بزاف الناس كيكريو واحد المحل لشي واحد كيكون كيملك عقار، محل تجاري، وكيكريه لشي واحد. شوف احنا في القانون ديال الكراء للسكن، وكيجي هذاك السيد اللي كان كاري المحل، اللي المكتري، يغبر بسبب من الاسباب، يعني ما عرفناش شنو وقع، واش السفر، واش سمح في ذاك الدار، وفي بعض الحين كيديرها بسوء النيه، يعني تيقول له انا نخلي لك المحل معلق وسير ديك الساعات انت جري طوالك، او تيكون عنده فعلا عذر، يعني رحل في واحد الظروف استثنائيه قهريه، تنقل في العمل ديالو، ما لقالوش الوقت باش يصوب الاجراءات فسخ العقد، يمكن دائما يكون واحد الظروف استثنائيه. وعلى اي فوقاش نقولوا المحل المهجور باش يمكن لنا نمارسوا مسطره استرجاع المحل المهجور. المحل المهجور هو اولا خص لازم تكون فيه هذا المحل يتشد لمده 6 اشهر. يعني انا واحد السيد كنت كاري له، شد السويرد ديالو ومشى بحاله مده 6 شهور، ما عمرو جا حل هذاك المحل. اذن غيشدو، وعندنا 3 ديال الحالات يكون مشدود 6 شهور، وعندنا 3 ديال الحالات اللي كيكون فيهم هذا الهجر ديال المحل. إخلاء المكتري المحل المكترى من جميع منقولاته وأغراضه كليا أو جزئيا. إذن السيد تهز أو السيدة تهزو حوايجهم كلهم اللي في ديك الدار وتيطرقوا وكيمشيو بحالهم، أو جزئيا كلو يهز الحوايج اللي عنده بهم الغرض ويخلي شي اخر وتيطرق الباب وتمشي بحاله. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية غياب المكتري عن المحل وعدم تفقده من طرفه شخصيا أو من طرف من يمثله أو من يقوم مقامه. يعني هاد السيد هذا ملي شدو ما بقاش يبان لا هو ولا شي حد من جهته، اللي كيجي يحل داك الباب، يحل الشريجمات، تشم شويه الدنيا، يسيخ الارض، ينقي، يخرج الطاطن على برا. ما كاينش هاد الشيء هذا. ملي شدينا هذاك 6 شهور ما عاود نظرنا فيه الفكد. هذه الحالة الثانية. وفاة المكتري أو فقدانه للأهلية القانونية وعدم ظهور أي من الأشخاص المستفيدين المنصوص عليهم في المادة 54. دوك الأشخاص المستفيدين هما داك الناس اللي كيكونوا جالسين معاه ومسؤولين منه وتحت سقف واحد، هو كان تيخلص الكرا وهما جالسين معاه، يعني باه ومو والزوجة ديالو وليداتو ومن تكفل بهم ما بانوش. إذن أنا ذكرت 3 الحالات اللي في هاد 3 بهم خص لازم يكون المحل مشدود. الحالة الأولى من نهز حوايجي كاملين أو شوية من الحوايج ديالي. الحالة الثانية هي ما نضربش الفقد نهائيا في ذاك المحل، ما كنجيش نطلع عليه ولا كيجي يطلع لي شي واحد من جهتي. والحالة الثالثة هي إلا توفى وما لقيناش شي واحد جا من عائلته من الأشخاص اللي كانوا ساكنين معاه في الدار واللي واجب عليهم السكن، واجب عليه السكن ديالهم، ما جاوش. إذن هاد الحالات ب3 والمحل مشدود 6 شهور كيمكن المكري صاحب المحل يدير طلب استعجالي، رئيس المحكمة كيطلب فيه استرجاع المحل المهجور. هاد استرجاع المحل المهجور إلا مشى حتى داك المكتري كان تيخلص الكرا ما كتطبقش عليه استرجاع المحل المهجور. واخا يشدو 6 شهور، يسدو عام، يسدو عامين، وما يضربش فيه الفقد نهائيا، ما يجي لا يطلع عليه ولا يشمش البطاطن ولا يشد حل الشراجم ولا يطلق الماء ولا يشعل البوله والو، ما حدو كيخلص الكرا ما عندكش الحق تهضر معاه. ماشي محل مهجور هذا، كيخلص كراتك. ان خصنا حتى الكرا تكون تقطعات. وطبعا ما كتكون حاله المطل بالنسبه للمكتري حتى ما كيخلصش 3 شهور. يقدم طلب استرجاع المحل المهجور الى رئيس المحكمه بصفته قاضيا للمستعجلات. شنو تيخصني ندير في هذا الطلب؟ تيخصني ندير الطلب ديالي ونرفق له العقد ديال الكراء ومحضر معاينات واقعه اغلاق وهجر المحل المكترى وتحديدا امد الاغلاق. يعني كندي واحد المفوض قضائي قبل ما ندير الطلب ديالي الاستعجالي، كندير مفوض قضائي تنقول له الله يكثر خيرك دير معاينه بان هذا المحل
راه مشدود. وانت شوف راه غادي يبان لك عينك ميزانك شحال هو مشدود. اذا كيشوف بانه كاين الغبره، كاين الظلام لداخل، ما كاينش الاثار ديال الباب تحلات، ما كاينش الاثار ديال النوافذ مفتوحين، ما كاين ماء، ما كاين ضوء، بل يمكن لك تعزز المعاينه بالفواتير ديال الماء والضوء اللي كتجي فيهم مثلا 10 ديال الدرهم او 15 درهم او 20 درهم. يعني ما كاينش استهلاك لا ديال الكهرباء ولا ديال الماء. هنا رئيس المحكمه كيسهر على التبليغ، هو كيامر بتبليغ هذا الطلب المكتري. فين غيبلغوا في ذاك المحل اللي كان ساكن فيه، اللي كان كاره واللي مازال كاره، واللي كنقولوا بانه محل مهجور. وطبعا اللي غادي يمشي لتما ما غيلقاش حيت السيد هاجر المحل. اذا شنو كنديروا هنا؟ رئيس المحكمه كيامر باش يا اما هو اللي كيخرج، رئيس المحكمه ديريكت طلب استرجاع المحل، يا اما كيخرج رئيس المحكمه، يا اما كينتدب ينص الامر باسترجاع. يقوم الوكيل بتنفيذ حد المحضر الوصفي للمنقولات. اذا تعذر استدعاء المكترث الشخصي لا يبت رئيس المحكمه في الطلب الا بعد الامر باجراء بحث بواسطه الشرطه القضائيه تحت اشراف النيابه العامه. اذا صفتنا استدعاء تنقولوا للسيد فينك، راه مول المحل بغى المحل ديالو، ترك هاجر المحل. اذا دينا هذاك المحل اللي مهجور، طبعا ما كاين حتى شي واحد اللي غادي يجاوبنا. ملي كيرجع لي طي ديال التبليغ بانه لا يوجد احد، رئيس المحكمه كيلتجئ للشرطه القضائيه عن طريق النيابه العامه، كيحل ملف على النيابه العامه، والنيابه العامه كتعطي التعليمات ديالها باش ديروا لنا بحث على هذا السيد فين هو. هذا السيد تيجينا البحث والتقرير بان السيد ما بقاش هنا نهائيا. اذا امر المحكمه رئيس المحكمه باسترجاع المحل، وكيمشي معك مفوض قضائي بالامر ديال استرجاع المحل، وكيدير فتح الباب وكيشوف شنو المنقولات اللي كاينين وكيجردهم في واحد القائمه، وتيقول لك سيدي انت المكري، انت مول المحل، انت كيعينك رئيس المحكمه كحارس ديال هذه المنقولات حتى يبان مولاها. ها السورته ديالك، ها المحضر ديالك، وقع معايا بانك تسلمتي، الله يهنيك. وكيسترجع السيد المحل ديالو. اش كيوقع لنا في بعض الحالات؟ كيظهر هذاك مول المحل، وخاصه اللي كيظهر هو هذاك اللي كيكون سيء النيه، اللي غبر بسوء نيه. كيقولوا راه مثلا كاين كيجي يوقف كيقول المحبس حبس اش كديروا تتحلوا المحل راه ديالي وانا كاري. يمكن رئيس المحكمه يامر بايقاف ذاك التنفيذ، حباس يا سيدي، رجعوا المحل مولاه شريطه ان يثبت هذاك المكتري ان خلص كل ما بذمته الكرا، تيرد له المحل. ما خلصش الكرا، اذا تيقول له تراك ما خلصش الكرا، الله يهنيك. هاد التنفيذ اللي نفرض ما حضرش مول المحل المكتري، ما حضرش، هو كينفذ. نفذ سيد وعطاك السويرتات وعينك حارس، ويمكن انت كاع عزيتي داك الشيء اللي انت حارس عليه وحطيتي واحد القنيت خبعتيه وحفظتي عليه كامانه انا مسؤول عليه، وكريتي داك المحل، وهو يبان المكتري اللي كان هاجر المحل. هاد الشيء هذا ردوا لي المحل ديالي، يمكن يطلب يرجع المحل الى ما كان عليه، يعني نرجع انا لبلاصتي ونخرجوا هذاك السيد ولو كان في حاله موت الدكتور ما خلصش 3 شهور. لا، وانا مازال لك شريطه ان يثبت انه ادى ما بذمته، حيت السيد المسطره كانت غيابيه، اذا كنعطيه جميع الظروف تخفيف، ما كاش باش يدافع على نفسه. عاد بان هكا سيدي انا كانت عندي ظروف استثنائيه. اشنو هي الظروف الاستثنائيه؟ كنت مرض، فقدت الذاكره، مات لي واحد السيد في العائله، كان واحد السيد مريض كنت مشطون معاه، يمكن تكون اعذار حقيقيه. اذا كنخرجوا هذاك السيد، وخاصه اذا ثبت بان هذاك السيد سيء النيه. الا كان سيء النيه ما يمكنلوش يتكلم على الحقوق المكتسبه وانا داخل وانا ماشي شغلي في هذا الشيء هذا، بيناتكم سير عوضوا ولا براسك انا راه كريت المحل وعندي عقد. لا، الا كان سيء النيه كنقول له خرج. الا كان حسن النيه وصعب علينا نردوا السيد المحل ديالو، تيبقى له الحق يطالب بالتعويضات. لمن غيطالب التعويضات؟ المكري ماشي المكتري. يمكن له يدير دعوه ديال ارجاع الحال ما الى ما كان عليه،
ويخرج هذاك، ولكن غادي طول ويمكن نديروا صعوبه تنفيذ ونقولوا راه ما يمكنش، راه تعذر علينا، راه هذا السيد هذا شحال هو كاره هنايا وشحال هو ساكن وعنده وليدات وعنده ام مسنه وهاد الدرجه في السفلي ومناسبه لها، ودخل واحد الاشغال وخذ الاذن باش دار اشغال وخسر فلوس، كيفاش غادي نجيو ارجاع الحال الى ما كان عليه؟ اذن صعاب في بعض الاحيان باش نردوا الحال الى ما كان عليه، فما كيبقى لذاك صاحب الكراء المكتري الا المطالبه بالتعويض. كنظن هذه هي المكلف بالتنفيذ بتحرير محضر اجباري يرفعه حال الى رئيس المحكمه والى القاضي المكلف بالتنفيذ الذي له ان يامر بوقف التنفيذ في غيبه الاطراف. لا يجوز متابعه المكتري الا بناء على شكايه من المكري او من يمثله او من يقوم مقامه. يجوز للمحكمه اما تلقائيا او بناء على طلب من الشخص المشتكي الامر بارجاع الحاله الى ما كانت عليه. إذن هذه هي المسطره ديال استرجاع المحل المهجور، المحل اللي كنتكلموا عليه محل السكن. طبعا الا كان عقد كراء بدون عقد نفس المسطره دكتور او لا؟ نفس المسطره خصو يثبت غير السند اللي كنعتمدوه باش نقولوا بان كاين كراء. مثلا توصيل